عنوان الفصل ده غريب شوية، ثم تتزوج وتموت. كل اللي اتكلمنا فيه من أول فيديو، كل الفصول دي كانت بتوصلنا لحاجة واحدة بس، مش نجاح ومش سعادة ومش حتى حرية، بتوصلنا للالتزام. احنا عايشين في أحسن وقت في التاريخ، عندنا خيارات أكتر من أي جيل قبلنا، سفر، شغل، علاقات، أكل، ترفيه، كل حاجة في إيدينا بضغطة زرار. بس مع كل الخيارات دي في ناس كتير حاسة بفراغ مش طبيعي، لأن الخيارات الكتير من غير التزام بتولد الفراغ لما تبقى كل حاجة متاحة. بنسون بيحكي عن نفسه لما كان شاب، كان فاكر إن الحرية هي الهدف، مش يتقيد بحد ومش يلتزم بأي حاجة، يجرب كل حاجة ويفضل خياراته مفتوحة. وفعلا عاش كده لفترة، سافر، جرب، وقابل ناس كتير، بس في لحظة معينة حس إن في حاجة ناقصة، مش مادية ولا ظروف، حس إن حياته من غير عمق، زي ما تاكل أكل كتير بس مبتشبعش. لحد ما التزم بشغله، بعلاقاته، التزم بقيمة، وساعتها بس حس إن حياته بدأت تتبني فعلا. إحنا بنخاف من الالتزام لأنه فاكرين إنه بيأيدنا، إنك لو اخترت حاجة واحدة هتخسر باقي الخيارات، بس الحقيقة هو العكس. لما بتختار حاجة وبتلتزم بيها وبتتعمق فيها بشكل مش ممكن تعمله وإنت بتجري ورا كل حاجة. العلاقة الواحدة العميقة أحسن من 10 علاقات سطحية، الشغل الواحد اللي بتؤمن بيه أحسن من 5 مشاريع أنت مش مستفاد منهم بحاجة. الالتزام مش بيقلل من خياراتك، بيعمق اللي اخترته. هنا منسون بيقول حاجة بسيطة جدا وعميقة جدا في نفس الوقت. الناس بتدور على معنى الحياة في حاجات كتير، في إنجازات ضخمة وفي أفكار فلسفية معقدة، بس المعنى الحقيقي بتلاقيه في حاجات تانية خالص، في صاحب بتتكلم معاه من قلبك، في شغل بتحس إنك بتعمل فيه حاجة تستاهل، في علاقة بتكبر فيها وبتنمي فيها مع حد بتحبه، في لحظة بسيطة بتحس فيها إنك موجود فعلا. المعنى مش في الأحداث الكبيرة، المعنى في العمق اللي بتعيشه فعلا. عنوان الفصل ده غريب شوية، ثم تتزوج وتموت، بس في حكمة عميقة جوه. الجواز هنا مش بالمعنى الحرفي بس، هو رمز للالتزام، إنك بتختار حاجة معينة، والموت رمز للقبول، إنك بتقبل إن الحياة ليها حدود، ووجود الحدود دي مش بتحزنك، بتخليك تعيش بشكل حقيقي. لما بتلتزم تبدأ تعيش. لو هتلخص الكتاب كله في فكرة واحدة، هي إنك ما تهتمش بأي حاجة. لأ خالص، ده مش كلام الكتاب خالص. الكتاب بيقولك اهتم، بس اهتم بالصح. مش كل حاجة تستاهل وقتك، ومش كل رأي يستاهل إنك تسمعه، ومش كل معركة تستاهل إنك تدخلها. بس لما تلاقي الحاجة اللي تستاهل فعلا، الشغل والناس والقيم اللي بتؤمن بيها، التزم بيها بكل اللي عندك. الحياة مش بتتبني بكمية التجارب اللي عشتها، بتتبني بعمق التجربة دي، مش بعدد الناس اللي عرفتهم، بعمق العلاقات، مش بعدد المشاريع اللي بدأتها، لأ بعدد نجاحها واكتمالها. الحياة كويسة مش الحياة الأوسع، الحياة كويسة هي الحياة الأعمق. ده كان آخر فصل في كتاب فن اللامبالاة. ال9 فصول كل فصل فيهم فكرة ممكن تغير حياتك لو اتمسكت بيها، بس الكتاب والفيديوهات دي مش هتغير حاجة لوحدها. اللي هيغير حاجة هو أنت، لما تاخد فكرة واحدة بس من كل اللي اتكلمنا فيه وتطبقها في حياتك. لو السلسلة دي أثرت فيك اعمل لايك على الفيديو ده دلوقتي، ده بيساعدنا نوصل لناس تانية محتاجة تسمع الكلام ده. وشارك الفيديو ده أو أي فيديو من السلسلة مع حد في حياتك حاسس إنه محتاجه. كل الفصول ال9 هتلاقيها موجودة على القناة. لو حد قريب منك ما اتفرجش على السلسلة دي من الأول، ابعتها له دلوقتي كاملة، واشترك في القناة لأن في محتوى جاي هيفرق معاك زي ما السلسلة دي فرقت معاك.